لو في يوم صحيت من النوم عندك صداع شديد جدا، ألم كده في راسك بدون أي مبرر، ومهما تاخد أي مسكنات أو تعمل أي حاجة علشان الألم أو الصداع ده ينتهي أو حتى يقل شوية، برضو ما بيحصلش أي حاجة. فأنا مش عايزاك تتخض، بس انت الحقيقة لازم تقلق. فهات بقى كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا. في سنة 2007 مايك اللي صورته موجودة قدامكم دلوقتي ده فجأة صحي من النوم في الفجر عنده ألم شديد جدا في راسه، والصداع مستمر ومش راضي يقل بأي طريقة. حاول يقوم ويتحرك من على السرير علشان يحاول يجيب أي مسكنات علشان يقدر يكمل نوم، بس أول ما قرر إنه يقوم من على السرير حس بدوار شديد جدا وقعد فجأة مكانه. الألم عمال يزيد بالتدريج ومش راضي يقل. خد كل المسكنات اللي في البيت وبرضه مفيش حل، بس هو عارف إن المسكن بياخد من 20 ل 30 دقيقة علشان مفعوله يبتدي يبان، فقرر إنه يرجع يحاول ينام أو على الأقل يمدد جسمه على السرير علشان الألم يبتدي يقل شوية. ولما مايك لف على السرير علشان يحاول يمدد جسمه تاني اكتشف إن في بقعة دم موجودة على المخدة جنب راسه. اتخض جدا وابتدى يحسس في راسه وفي وشه علشان يشوف مصدر الدم ده جاي منين. فجأة اكتشف ان ودانه اليمين بتنزف نزيف شديد جدا. حاول انه يقلل النزيف وقال بالظبط كده في التحقيقات، وافتكر انه ممكن تكون مراته وهي نايمة خبطته بالغلط ولا حاجة، لكن النزيف ما كانش بيقل. الصداع والألم بتاع الراس برضه ما كانش بيقل. وبالصدفة بقى البحتة ان مايك قبلها بيومين كان بيقرأ عن مرض كان شبه منتشر في الوقت ده. المرض في الطب بيسمى بتمدد في الأوعية الدموية بتاعة المخ، وببساطة شديدة كده المرض ده بيبقى عبارة عن ضعف في الشريان اللي موجود في المخ، بيتجمع جواه الدم بشكل كبير جدا لحد ما يعمل بالونة كبيرة. البالونة دي تفضل تكبر لحد ما فجأة تنفجر. نسبة النجاة من المرض ده ما تتعداش 1%. ولما مايك ساعتها اتخض ان هو ممكن يكون عنده المرض ده، صح مراته بسرعة جدا عشان تاخده المستشفى علشان يشوف ايه المشكلة. بس كان مستغرب من حاجة كده، مراته لما صحاه من النوم عشان يقول لها على المشكلة اللي عنده وعلى النزيف الشديد اللي من ودانه، ما كانتش مبدية اي نوع من انواع الخوف. يعني كانت بتتحرك ببطء، بتلبس ببطء، بتنزل العربية ببطء، وبرضه كانت بتسوق بيه للمستشفى بكل بطء. ما وصل المستشفى الدكاترة خدوه بسرعة علشان يعمل الأشعاعات عشان يشوفوا فين المشكلة. ولما عملوا الأشعة اكتشفوا حاجة غريبة جدا. دكتور من الدكاترة دخل على مايك بعد ما عمل له الأشعة وقال له أستاذ مايك، هو أنت إزاي عايش لغاية دلوقتي؟ أنت عندك رصاصة في دماغك. رصاصة؟ انا كنت نايم في حالي. خدوه بسرعه العمليات علشان يحاولوا يستخرجوا الرصاصه دي علشان مايك يعيش، لان هو كان تقريبا في عداد الموتى. لما خرج من العمليات ما كانش فيه غير استغراب واحد، يعني الرصاصه دي ممكن تكون جات لي منين؟ لكن بالتحقيقات يعني العميقه اكتشفوا ان زوجة مايك كان عندها مسدس محطوط تحت المخده. ولما حاولت تهرب شويه من الموضوع قالت ممكن يكون المسدس بالغلط طلع رصاصه واصابت مايك وهو نايم، لكن بالضغط عليها قالت ان هي حاولت فعلا تقتل مايك لان هما كان ما بينهم تجاره مشتركه، والفلوس اللي مايك كان سايبها معاها خسرتها كلها. خافت يعني ان مايك يعمل لها مشكله فقررت تخلص منه. لو انتوا فاكرين ان الواقعه دي حصلت مع مايك بس، فالحقيقه ان انتوا غلطانين. بس الواقعه بالظبط اتكررت مع نيكول اللي فجاه صحت من النوم على السرير بألم برضه شديد في الدماغ. لكن المفارقه الوحيده اللي ما بين قصه مايك وقصه نيكول ان نيكول لما قامت من النوم ما كانتش فاكره حاجه، قالت انها زي ما تكون كانت بتحلم حلم غريب. ولما صحت من النوم وقالت الألم ده لصديقها يعني اللي عايش معاها، قال لها ان هي عملت حادثه وهي راجعه من الشغل وخدها رجعها البيت وعمل لها الاسعافات الاوليه في البيت يعني، وهي دلوقتي كويسه. ولما بصت في المرايه ولقت فيه جرح جنب الحاجب بتاعها قال لها انه ده اكيد من الحادثه يعني. الفرق بقى ما بين مايك وما بين نيكول ان نيكول حاولت تتعايش مع الالم، ابتدت فتره تاخد في مسكنات علشان تقلل شويه من حجم الالم اللي هي بتعيش بيه، اللي قالت يعني انه من اثر الحادثه. ولما الموضوع يعني فاض بيها وقعدت فتره طويله جدا بالالم ده، قررت تروح المستشفى عشان تشوف ايه المشكله. وهناك في المستشفى قالوا لها ان برضو في رصاصه موجوده في راسها. الفرق بقى ما بين نيكول وبين مايك ان الحقيقه نيكول ما تقدرش تشيل الرصاصه من راسها، وده لان خلايا المخ ابتدت تتكيف على مكان الرصاصه وابتدت تنمو حواليها. استخراج الرصاصه دلوقتي بقى صعب جدا وممكن يموتها.
ولما سألوا صديق نيكول ليه يعني يحاول يضرب عليها نار أو حاول إنه يقتلها، فقال إن ده بسبب خناقات عادية ما بين أي اتنين صحاب. الحقيقة إن فكرة إن حد ممكن يموت بالرصاصة فهي موجودة بنسبة 90%، لكن ال5% الباقيين متقسمين اتنين، نصهم ممكن يعيش بالرصاصة زي اللي حصل مع مايك ونيكول، النص التاني ممكن يحصل له مضاعفات بس برضه يعيش مع الرصاصة دي. لكن الحقيقة الموضوع بيتوقف على سرعة الرصاصة والطريق اللي جاية منه الرصاصة والقرب ما بين المسدس وما بين الضحية، وعوامل كتير جدا هي اللي بتخلي الرصاصة دي يا إما تقتل يا إما تقدر إنك تتعايش بيها، وإنت وحظك بقى. يا جماعة مش أي صداع يتسكت عليه، أديني حذرت.